هاي، ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده عامله لكم فيديو جامد جدا. هنعمل اميرات ديزني بس في لعبه يويا تايم. وطبعا هيكون سهل شويه لان الشخصيات اصلا قريبه جدا من شكل الاميرات، بس اللبس يا جماعه كان صعب شويه ان انا الاقيه، بس يعني عديتها كده. وشوفوا يا جماعه الفيديو هيعجبكم جدا جدا. وخلونا نبدأ طبعا بالتوب بتاعهم، وهي مين؟ رابنزل. طبعا كلنا بنحب الشخصية دي جدا لأن شعرها طويل، وكلنا طبعا بنحلم يكون شعرنا زيها. فتعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة طبعا احنا عارفين إن شعرها لونه ايه؟ لونه أصفر. فاحنا هنعمل الشخصية بتاعتنا الشعر بتاعها يكون لونه أصفر، وكمان شعرها من ورا طويل جدا. فاحنا هنختار أكبر شعر وأطول شعر. ميزة يويا تايم إن إحنا بنقدر نحدد درجة اللون بالظبط. فهنا هنختار الشعر يكون طويل. فنشوف كده، وده يا جماعة شعر طويل وقريب جدا من شخصية روبانزل. فهنشوف دلوقتي هنعمل درجة اللون وهنظبطها ونشوف أنهي أقرب. فمتهيألي كده أقرب شوية. كده تمام. هنظبط اللي من قدام برضو. لازم نظبط اللون بالظبط عشان ما يبقاش لون ولون. وبعد كده احنا ممكن نشوف الدرجات اللي عملناها وبس كده. تجنن يا جماعة. بصوا الشخصية بجد تحس ان هي قريبة من شخصية روبانزل. وهنا لبستها الفستان ده. وخلونا دلوقتي يا أصدقائي نلبسها التاج الحلو بتاعها، طبعا اللي هي كانت بتحب تلبسه. ونشوفه دلوقتي. هو التاج الحلو ده. وإيه رأيكم يا أصدقائي؟ مش شبه رابنزل؟ جميلة جدا. ويلا بينا نشوف هنعمل الشخصية التانية. شخصية مين؟ يلا بينا. تفتكروا الشخصية التانية هتكون إيه؟ هتكون الأميرة تيانا يا جماعة. وطبعا بشرتها لونها أسمر وعينيها بني وأمورة جدا. وخلينا دلوقتي نعمل نجرب درجة عينيها. فهنا اللون البني كان صعب بالنسبة لي شوية، بس خليته غامق شوية. وبعدين درجة بشرتها غامقة. فايه رأيكم كده؟ وشعرها طبعا كان خصلتين من قدام، وبعدين شعرها ملموم على ورا. فنشوف انهي احنا هنجرب مع بعض يا جماعة، ونشوف كده ايه انهي اكتر اللي هيليق عليها اكتر ويكون بالظبط، او نقربها يعني. وخلونا ندور يا اصدقائي. متهيألي الشعر ده هو قريب جدا. وبعد كده هنعمل ايه؟ عايزين بقى نعمل ايه يا ربي؟ هو كده معقول. من ورا كده حلو، بس عايزين درجة اللون حاساها مختلفة شوية. كده تمام. وحاسة ان هي عايزة تبقى اغمق سيكة. كده تمام خالص. ودانها كمان كده كبيرة، نصغر ودانها. ونخلي كمان لون الروج برضو عايزينه درجة اغمق. ونلبسها فستان. نلبسها انهي مشكلة اللبس برضو ان انا مش بلاقي، مع اني شحنة كتير بس برضو. فنلبسها ده. وكمان عايزين نلبسها تاج. ممكن نلبسها مش عارفة. طيب نلبسها ده برضو هيبقى زي رابنزل، ولا نلبسها ده؟ خليها ده لحد ما نشوف هنعمل ايه، يعني ممكن نغير التاج بعدين. وبقها ولا شفايفها نعمله ايه؟ محتارة جدا. وعينيها ممكن نغير عينيها نخليها ضيقة شوية. كده معقول. طيب تمام كده حلو. ونخلي الروج كمان لونه بني. عايزينه بني او ده حلو. حلو. طيب تمام. يلا بقى نشوف الشخصية اللي بعد كده هنعمل شخصية مين. ويلا بينا. ايه رأيكم يا اصحابي لو نعمل الأميرة ياسمين؟ طبعا كلنا برضو بنحبها جدا. فتعالوا نعمل. احنا طبعا عارفين ان لون شعرها كان لونه اسود وكان ضفيرة واحدة. فاحنا هنشوف دلوقتي وهندور ويا رب نلاقي. طبعا عايزين شعرها الأول يبقى لونه اسود. ده كده حاساه اخضر شوية. ولا نختار الأول تسريحة الشعر. أنا متهيألي يا جماعة أنا لقيت الشعر اللي هو ضفيرة واحدة هنا، يعني ما مش هناخد شعرين، هو شعر واحد. فخلونا ندور الأول يمكن نلاقيه.
بس هنا ما لقيتش غير ضفيرتين، وبعدين ضفيرتين وفيهم كحكة من فوق. فاحنا لأ، هناخد انهي هوريها لكم دلوقتي. فين 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 يا ربي، انا لسه شايفاها حالا اهي. لقيتها يا جماعة اخيرا. طبعا الحواجب لازم تكون لونها اسود، وهنخليها لونها اسود، وكمان نظبط الشفايف، وعينيها كمان كان لون عينيها برضو متهيألي بني. ايه ده انا عملت البني هنا، مش عارفة اظبطها المرة اللي فاتت. طيب وكمان نحط لها الروج بتاعها الحلو. والأميرة ياسمين يا جماعة كانت لابسة لبس معين كده هوريهولكم، بس نحط لها كمان الحلق ده، وعايزين كمان نلبسها توكة. فطبعا لو افاتار لو قصدي يويا تايم نزلت ملابس تانية ممكن اجدد الفيديو واعمله حاجة تانية برضو. فاحنا هنا هنلبسها مثلا ده، وايه تاني، وطبعا الشوز بتاعها واللبس كانت لابسة حاجة زي كده متهيألي. وكمان طبعا عايزة بنطلون لونه ازرق، فانا مش لاقية، هدور معاكم يمكن نلاقيه. هو ده حلو برضو بس مش لونه ازرق، محتارة جدا يا جماعة، بس شكله حلو قوي. فنشوف برضو كده ونجرب. لا طبعا مش عارفة، نخليه ده كده مؤقتا، يعني قريبة شوية. وكمان لبسناها السلسلة بتاعتها قريبة جدا. ونلبسها ايه؟ لأ، ايه رأيكم نلبسها ايه؟ لأ برضو مم، يعني مش عارفة. حلو، يلا بينا بقى نجرب الشخصية اللي بعد كده، ويا ترى هتكون مين. والشخصية اللي بعد كده اللي شعرها لونه اورنج شوية ده اللي هي ميريدا. وهنشوف دلوقتي، يا رب اجيب اللون بالظبط، لان بصراحة اللون بتاعها صعب شوية. فمتهيألي كان لونه كده تحسه اورنج شوية احمر، ما تعرفش كده يعني. وكان شعرها من ورا كيرلي شوية، هنحاول نعمله برضو بس كده. وبعدين عايزين نعمل برضو بقها هنا مبوزة شوية، نخلي بقها بيضحك شوية. لأ كده تخوف يا جماعة. وكده مثلا مش عارفة. وكان عينيها لونها أزرق برضو، مش عارفة يا جماعة، محتارة. تالي دي كويسة. وعايزين كمان نعمل ايه يا ربي؟ عينيها مثلا، لأ الحواجب. وحاسة ان وشها هنا تخين برضو شوية، او غريب شوية. هي وشها هنا المفروض يكون مدور، فهنشوف كده. وبعدين نعمل الحواجب بتاعتها حلوة كده يعني معقولة. الدرجات دي بتفرق يا جماعة، 1 و2 دي بتفرق خالص، فلازم اظبطها يعني كده معقول. وهنا يا اصدقائي طبعا لازم نلبسها طبعا اللبس بتاعها. متهيألي هنا اللبس قريب شوية من شخصيتها الحقيقية، بس لو كان اللبس مقفول فانا هغير لها اللبس. وكمان الشوز اللي هي لابساه فعايزينه يكون لونه اسود برضو مثلا. وعايزين نغير الفستان كمان، لان الفستان هنا يعني هي كانت لابسه فستان مقفول خالص، فهنشوف برضو فستان يليق على الشخصيه دي، وده معقول شويه. ويلا بينا بقى نشوف الشخصيه اللي بعد كده يا جماعه، يلا بينا. والشخصيه يا اصدقائي اللي جايه الجامده جدا وهي إلسا، اللي كلنا بنحبها. بالمناسبه بنتي عندها عروسه إلسا، انا بحبها جدا، اكتر عروسه بحبها في العرايس بتاعتها. فبعدين نشوف كده. هي طبعا كان شعرها لونه ابيض شويه، لان هي اميره التلج، فهنخليه لونه ابيض شويه. وطبعا كلنا عارفين ان احنا ملقناش غير اللي هي الضفيره الواحده، فاحنا هنجيبها وهنخليها لونها ايه، لونها ابيض شويه. فيلا بينا ونشوف كده من قدام نقدر نخليها ايه. هو كان اللون ده يعني كده تمام، بس احنا قلنا ما فيش حاجه من ورا هنشيلها، المفروض نشيل الشعر ده خالص عشان نعمل ضفيرة واحدة. يلا بينا نعمل الضفيرة. وهنا كنت بحاول ادور بس ما لقيتش، وقلت خلاص هي الضفيرة الواحدة اللي احنا متعودين عليها هنجيبها. واكتر شخصية حسيتها انه قريبة قوي من أميرة التلج هي دي. وهنلبسها طبعا برضو الفستان بتاعها.
وعايزين نشيل اللي هي النمش اللي في وشها ده الأول، وبدور طبعا على النمش نعمل برضو الحواجب بتاعتها كده تمام. وعايزين دلوقتي نلبسها الفستان. فأنا هشوف أقرب فستان عندها، الأزرق ده حلو برضو، والشوز اللي لابساها برضو عايزين نغيرها، عايزين نعمل حاجات كتير قوي. فهنشيل الأول النمش ده، وبعدين نعمل ايه؟ شاطرين، بس نغير عينيها. شفتوا بقى؟ وبعدين يلا لون عينيها عايزين نظبطه. هي كان لونه أزرق كده، وكده تمام يا جماعة. والإلسة بتاعتنا القمر موجودة اهي، ونسيفها ونشوف الأميرة اللي بعد كده. يلا بينا. والأميرة التانية برضو اللي بنحبها، وهي مين؟ سنو وايت. وزي ما انتوا شايفين دول الأميرات اللي أنا عملتهم. ويلا نعمل سنو وايت بشعرها الأسود الجميل القصير. فاحنا هنقرب لأقرب حاجة خالص، ونعمل شعر قصير لونه ايه؟ لونه اسود. برافو عليكم. فكده حاساها عسولة قوي وكيوتة. يلا بينا نشوف ايه تاني. ده ايه رأيكم؟ حلو ولا ده؟ متهيألي ده حلو قوي. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. يا ترى نلبسها ايه؟ متهيألي التوكة دي حلوة قوي، ولا نلبسها ايه؟ محتارة جدا. طيب خلاص ده حلو. وكمان ايه، كانت لابسة هي بتاع من فوق لونه أزرق، فهنشوف حاجة لونها أزرق، بلوزة لونها أزرق، والجيبة كانت صفرة. فهنحاول نقربها طبعا نشوف الجيبة. وخلونا دلوقتي الأميرة اللي أنا متحمسة جدا إن أنا أعملها، وهي فيونا. طبعا احنا عارفين إن بشرتها كان لونه أخضر، وأنا متحمسة جدا جدا إن أنا أعمل الشخصية دي، لأني لسه عاملة الباقة بتاعت اللي بتخلي الجسم تخين ده. فأنا متحمسة جدا إن أنا أعمل الشخصية دي جدا، وودانها كمان، لأن هنا الودان بصوا عاملة إزاي. بجد جامدة جدا يا جماعة. ودي أكتر شخصية حسيت إن هي قريبة. وخلونا دلوقتي اوريكم اللبس اللي انا اقصده، اللي هو كانت لابسه لبس لونه اخضر، وانا عندي اللبس ده ومتحمسه ليه جدا جدا يا جماعه. وبصوا، هو فين؟ اهو 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 اهو، قرب قرب قرب. هو ده. شايفين يا جماعه؟ ولزلوزه كده وتخينه واموره، كيرفي خالص. وبعدين يلا نلبسها كمان شوز. فايه رايكم؟ لا مش لايق. فعايزين ممكن يبقى اخضر، تبقى هي خضره في اخضر كده، ولا ده؟ ده حلو، ده حلو قوي. ويلا بينا بقى نشوف الشعر يا جماعة. هو شعرها كان قصير ولونه يعني ليه درجة كده غريبة، فاحنا هنجيبها. وشعرها كان ملموم كمان شوية. احنا عايزين نبين الودان عشان تبان الشخصية بتاعتنا. فهنشوف، متهيألي كان لونه بني نبيتي أحمر، شعرها غريب. فده حلو قوي. وعايزين نشوف كمان من ورا، شعرها من ورا نعمله ازاي كده حلو قوي. ايه رأيكم يا جماعة في الشخصية؟ وكمان مناخيرها كانت كبيرة، فاحنا هندور على مناخير تكون كبيرة ونعملها. فهنا دي مناخيرها كبيرة وحلوة قوي، بس كبيرة قوي.
بس تصدقوا يا جماعة أنا غيّرت المناخير، بس أول واحدة دي كانت حلوة، ودي كمان حلوة، وإيه تاني، ودي في واحدة كبيرة برضه، يعني في كذا مناخير كبيرة يا جماعة. فبعدين بقى نشوف هنلبّسها إيه تاني، خلّونا نلبّسها التاج بتاعها. فهنشوف التاج فين التاج؟ أين أنت يا تاج؟ هو هنا. وبعدين إيه رأيكم يا جماعة؟ الأميرة فيونا، حلوة أوي، وكمان لون عينيها كان غامق شوية، بس درجة العين بتفرق. أنا عايزة أتدرّب شوية يا جماعة على درجات الألوان دي، أنا كنت باسجّل بسرعة فمش عارفة أضبطها، فمعلش بقى اعذروني في الألوان دي. وإيه كده تمام شوية، طيب نسجّلها على كده، إيه رأيكم؟ حلوة أوي. وآخر شخصية هنعملها وهي مين؟ سندريلا. طبعًا ما ينفعش ما نعملش سندريلا، فإحنا هنعملها يا جماعة كان لون شعرها أصفر، وكان من قدّام ملموم، ومن ورا كان زي كحكة صغننة، وكانت لابسة التاج بتاعها والفستان بتاعها. فهنجرّب نعمل برضه الدرجات، وطبعًا الدرجات دي مشكلة معايا أنا بالذات، لإن أنا في مرّة يا جماعة بجد اتصدمت، عملت فيلم وواحدة من متابعيني قالت لي ده درجة لون الشعر اللي من ورا غير اللي قدّام، فاتصدمت يا جماعة، بس قُلت عادي يعني أنتم هتعذروني وكده لحد ما أتدرّب. وبعدين كده تمام حلو أوي، وخلّونا نلبّسها الفستان بتاعها. وإيه فين الفستان؟ عسل أوي، وكمان عايزين نغيّر لون عينيها والروش كمان بتاعها، ونلبّسها التاج، وكده لبّسناها التاج، ونغيّر حواجبها والّا عينيها نخلّيها لونها أزرق. نضبّط الدرجات يا جماعة، أرجوكم الدرجات. حلو، معقول يا جماعة. والروج كمان نخلّيه لونه pink حلو أوي. وبس كده يا أصحابي، دي الأميرة سندريلا الجميلة جدًا، وبجد أنا استمتعت بالفيديو ده جدًا، جدًا. بس خلّونا دلوقتي يا أصحابي نغيّر الودن بتاعها، نخلّيها الودن التانية ولبّسناها هنا سلسلة، وكده تمام. هنغيّر الودن لإن ودنها هنا عاملة زي اللي هي الأميرة فيونا، فعملناها ودن عادية خالص. وبس كده يا أصدقائي، إيه رأيكم؟ ودي بقى الأميرات اللي أنا عملتهم يا جماعة، وهنا لبّستها حلق طبعًا عشان ودانها تبقى حلوة. وقولوا لي بقى في التعليقات رأيكم إيه في الأميرات اللي أنا عملتهم، وادّوني كام في المِيّة يا جماعة. أكيد يعني مش هابقى 100% ومش هابقى زعلانة، لإن طبعًا اللعبة كل يوم في تطوّر، وإن شاء الله هاعمل كل الأميرات. وبس كده يا أصحابي، ما تنسوش اللايك الحلو والاشتراك في القناة. وبس كده، أنا هنا غيّرت التاج لإن حسيتها إن هي مش لايقة يعني على فستان. وبس كده يا أصدقائي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وباي.